السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم رشا النشاوي للطرط والجاتوهات وللبيع اونلاين. لو انتوا بتشوفيني الاول مره ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. لو انتوا شايفين تورته النهارده تورته جديده وسهله وبسيطه جدا وبتزيين جديد. معانا النهارده تورته النوتيلا. تورته النوتيلا نعملها معاكم مقاس 20 في صينيه مقاس 20 بالارتفاع الشاهق ده ما شاء الله. ارتفاع 4 طبقات والكيكه كانت مطلعه معايا 5 طبقات كمان. هقول لك كل التريكات بتاعه التسويه وكل التريكات عشان تحطيها بالشكل الجميل ده في قلب الكرتونه. وما شاء الله الارتفاع زي ما انت شايفه عامل ازاي. لو حابه تعمليها بارتفاع اقل من كده هقول لك تعملي ايه وازاي التورته دي توصل للعميل مظبوطه. يلا بينا نشوف الوصفه والمقادير ونسمي ونقول بسم الله. معانا هنا 275 جرام دي اسبونج جاهز بالفانيليا و3 بيضات والمحسن الجل خارج من الفريزر زي ما انا وريتك كده دلوقتي والميه بتيجي من الفريزر. انا كان معايا هنا العجان كنت لسه شغاله فيه، يعني عملت في اليوم ده كذا وصفه ورا بعض. فطبعا ما غسلتوش لان لو غسلت العجان بميه سخنه مطرح البيض طبعا بيكون زفر. ولو غسلته يعني المهم ان انا حبيت ان انا اشتغل فيه ورا بعض كده زي ما انتم شايفين. حطيت انا اول حاجه في العجان بالظبط تلت كوبايه ميه الا معلقه، اوكي، او ربع كوبايه عليها معلقه، بس اهم حاجه تكون متلجه من الفريزر. واكسر هنا 3 بيضات. انا هنا بكسر كل بيضه في طبق بالشكل ده عشان اتاكد يكون البيض سليم. طبعا ما عادش في حاجه مضمونه خالص اليومين دول. انا كان ممكن اعمل الوصفه دي ببيضتين 2 بس طبعا البيض صغير جدا وهعملها معاكم قريب ان شاء الله. جبت هنا معلقه محسن جل خارجه من الفريزر، نص يعني معلقه شاي صغيره. وطبعا حطيت ذره فانيليا على البيض. وحطيت هنا ال 275 جرام دي اسبونج جاهز بالفانيليا. حابه تستبدليه بالشوكولاته مفيش اي مشكله. المقادير هنا يا جماعه تعمل معايا 5 طبقات، وطبعا وحجم الطبقه هتكون سميكه وهشوفي دلوقتي انا هعمل المنشار على رقم كام. لو انت حابه تعملي التورته دي 3 طبقات هتعملي بس تكتفي بربع كيلو دي اسبونج بالفانيليا. وان شاء الله تحطي عليها كمان بيضتين. هعمل لكم ان شاء الله المقادير دي هحاول اعملها معاكم قريب عشان تطلعي 3 طبقات بس. انا جبت حله مقاس 20 وعملت ورقه الزبده حطيتها في ارضيه الحله زي ما انت عارفه في قاع الحله زي ما احنا متعودين دايما بنعملها ورقه مربعه وبعد كده في مثلث ونقصها بالمقص ونحطها في نفردها. وجبت هنا ورقه زبده مرتفعه بالشكل ده علشان عامله حساب التركه اللي انا قلت لكم عليها كل مره ان احنا نغطي الكيك جوه الفرن ان كان الفرن بتاعك فرن البوتاجاز العادي او فرن الكهرباء. هقول لك على تركات التسويه. هنا انا افضل الخليط زي ما انت شايفه. انا قصده هتشوف الخليط دلوقتي ان انا انزله بالمعلقه. انا عايزاه كده يا جماعه، عايزاه كده ما ينزلش سايل، مع ان انا مسرعه الفيديو. يعني انا لو الفيديو بطيء عن كده هتبص تلاقي اخدت وقت ده انا انزل خليط في قلب الحله. ليه؟ لان الخليط متماسك. ده بفضل الله وبفضل الميه المتلجه. خليط متماسك جدا فده بيدي طراوه جميله جدا للكيك، مش بحتاج اسقيه خالص. والخليط ما شاء الله مرتفع بالشكل ده. انا هنا التركه المهمه اللي لازم تمشي الخله كده في الخليط علشان المسام تكون ضيقه. طبعا الخليط مش سايل، الخليط متماسك جدا يعني اتقل من الكريم شانتيه. فبالتالي لو خبطت الحله في الرخامه مش هيتساوى، الهواء مش هيخرج من الكيك. انا هنا حطيت ورقه الزبده بالشكل ده فوق الكيك علشان الكيك هتلاقي الاطراف بتاعته عامله ازاي. ارتفاع الكيك جميل جدا. هتلاقي اطراف الصينيه مش محروقه الجوانب. اختبرت الكيك بعد طبعا ما فتحش الفرن قبل 30 دقيقه. الكيك قعد معايا في الفرن بالظبط. هنا قعد معايا حوالي عن ساعه الا ربع بالظبط. يعني انت حسب الفرن بتاعك. اول حاجه الفرن الغاز يا جماعه، فرن البوتاجاز العادي هتحطي على الرف اللي في النص، هتشغلي عليه من تحت بس مش هتشغلي من فوق. وبرده تحطي ورقه الزبده زي ما انت شايفه كده. لازم طبعا تكون رافعه الجوانب. الفرن الكهرباء انا بحط في اول رف خالص على الشبكه وبشغل المروحه فوق وتحت عدد حراره 180. نفس الفرن الكهرباء نفس الغاز، يعني ممكن تشغلي على 170 الكيك مش هيجرى له اي حاجه خالص لو الفرن بتاعك حامي. طبعا برضو بحط ورقه الزبده لو انا حاطه الكيك في الفرن اللي بالكهرباء. يا رب معلوماتي تكون واضحه. ولو في اي استفسار سيبولي ان شاء الله سؤالكم في التعليق وانا ان شاء الله مجرد ما اشوف هرد عليكم. انا هنا جبت شوكولاته خام بيضه ودارك وحطيتها كده في اكياس صغيره سيحتها الحمام بخار وحطيتها في مولدات سيليكون زي ما انت شايفه علشان لسه كنتش عارفه ازين ازاي صراحه.
فحطيتها كده يعني، وقلت ساعه التزيين يحلها ربنا. انا معايا هنا بعد كده طبعا مبرد يعني تاني يوم. جبت هنا 200 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر بمقدار كوبايه ونص بالكوبايه المعياريه، عشان الناس اللي عايزه يا جماعه تعرف المقدار بالكوبايه المعياريه. ومعانا 50 جرام حليب بودر على باستر كريم بمقدار ربع كوبايه، ومعايا كمان ربع كوبايه سكر حبيبات بمقدار برضو 50 جرام. هنا يا جماعه السكر ده براحتك، الكلام ده مقدار السكر ده بيخلي معايا مقدار يعني الكريمه يكون معتدل، مش بيجزع قوي. لكن انت حابه تزودي سكر ده براحتك انت، الميه حابه تزودي ميه ده براحتك انت برضو. أنا حطيت كوبايتين ميه متجمده من الفريزر حسب نوع الكريمه بتاعتك، حسب التوقيت اللي انت بتشتغلي فيه، ما فيش اي مشكله خلاص. انا هنا لقيت الكيك مرتفع زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. ادي جوانب الكيك عامله ازاي، طراوه الكيك، المسام ضيقه، ايدي بتغرز في قلب الكيك زي ما انتم شايفين. انا هنا عامله المنشار يا جماعه على 8 ونص، حابه تعمليه على 9 ده براحتك انت. لو كانت اتعمل على 9 يجيب معاها طبعا اكتر من 5 طبقات. الكيك قدامكم والكاميرا قدامكم، كل الموضوع انا بسرع الفيديو شويه علشان ما اطولش عليكم، عشان في ناس بتزهق من الفيديو. انا جاب معايا ما شاء الله 4 طبقات. المنشار بامانه الله عاملاه على 8 ونص. شايفين طراوه الكيك، الكيك مش محتاج يتسيق. ده الطبقه الخامسه يا جماعه. تعمليها يعني ممكن تحطها في الفريزر تستخدمها لاي كوبات او لكيك بوبس او لاي كوبات ترافل او لاي حاجه. انا جبت هنا بورد مقاس 28، يعني الكيك هنا لما يكون مقاسه 20 تشتغل على بورد 28. خدي بالك التركات دي مهمه جدا. الكريم شانتيه حطيت في كيس حلواني، وحطيت معلقه كريم شانتيه على البورد، وحطيت اول طبقه مفيش سيرب، بس ايه يا جماعه الكيك طري جدا. حطيت حشوه شوكليت شيبس بين الطبقات زي ما انت شايفه كده بالظبط. انا اسفه لو بسرع في الكلام، بس علشان اكون ماشيه مع الفيديو بالظبط، واللي عندها استفسار على راسي من فوق. انا هنا بحب احط اخر طبقه للكيك اللي يكون في قاع الصينيه، بحطها على الوش من فوق وبقلبها بالشكل ده. شايفين ادي قاع الصينيه يا جماعه من فوق لونها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. الميه المتلجه، وانك تغطي الكيك في الفرن. لو الكيك واصل لحد الشوايه طبعا تغطيه يعني بورق فويل او بطبق عندك. اهم حاجه تكوني معليه الجوانب علشان طبعا وش الكيك ما يلزقش في الحاجه اللي انت مغطياه بيها. كل حاجه قدامكم بسم الله ما شاء الله، يعني كل حاجه طالعه مظبوطه. انا هنا خلاص كده بعد حطيت الكريم شانتيه في الجوانب، هبدا ازين هبدا امشي الاسباتيولا عليها، وبعد كده هتساوي بالسكرافر حسب اي حاجه عندك ان انت تقدري تشتغلي بيها. ممكن تجيبي جلد كراسه بلاستيك نضيف، ممكن تجيبي بطاقه قديمه، عايزه مره كده زي لكم بيكون بطاقه قديمه او فيزا كارت قديمه، اي حاجه ما توقفيش على نفسك خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله ارتفاع الكيك، مع اني مش مكتره الكريمه بين الطبقات، ومع ذلك الارتفاع بسم الله ما شاء الله. التزيين هنا يعني التغليف ده بقى تسهيل التغليف، ان انت تجيبي جنبك ميه متلجه، ميه سخنه، انا اسفه سوري، ميه سخنه برضو تاني، ميه سخنه حطها في الدور ده، وبدات احط السكرافر فيها وامشي بالشكل ده. وبعد كده اسحب الاسباتيولا من بره لجوه زي ما انت شايف يا جماعه. انا لا شيف ولا اشتغلت في محل حلويات ولا خدت كورسات في التغليف، كل ده الحمد لله من فضل ربي ومن كتر تكرار ان انت تشتغلي ايدك او من حبك للهوايه. ما تزهقيش ما تمليش، الموضوع قدامك في الفيديو مش بياخد وقت، لا طبعا الموضوع بياخد وقت طويل جدا جدا، فلازم يكون عندك صبر وما تمليش. اهم حاجه لازم تمسحي البورد من اي سوائل او اي فتافيت كيك تكون عليه. انا جبت هنا المشط صور ده للسنون ده، انا بحب اشتغل صراحه بالمشط ده، وبدات امشيه على الجوانب بالشكل ده لحد ما اطلع الخطوط دي. وبعد كده برضو هظبط بقى يعني طرف الكريمه بيكون طلع لفوق، هظبط كده بقى واخد من بره لجوه علشان طرف الكيكه من فوق يتساوى ويبقى كويس. هنا هتاكد على مسح البورد زي ما انت شايفين كده. بقى في التوقيت ده ممكن ادخلها التلاجة على ما اجهز اسيح النوتيلا. شايفين ما شاء الله ارتفاع الكيك. لو انت وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس. لو انت ما اشتركتيش في القناه يا ريت تشتركي فيها وتسيبي لي تعليق جميل منك كده ان شاء الله. انا جبت هنا سيحت نوتيلا بيضة او نوتيلا التانية نوتيلا دارك بالشكل ده، سيحتهم على حمام بخار، وطبعا خففتهم بزيت، بتخففهم بالقوام اللي انت عايزاه. هنا بقى المشكله بقى اللي انا وقعت فيها، خد بالك ما تقعيش فيها، ما كانش المفروض عبيت الاتنين مره واحده في قلب الكيس،
فيعني عشان الجو برد، الشغل بالنوتيلا وبالشوكولاته في البرد صراحه شغل رخم جدا. فخدي بالك، انا هنا على ما حطيت قسمت هنا التورته نصين بخلة شيش طاووق، وجبت النوتيلا البيضه وحطيتها بالشكل ده، وبدات اعمل منها دربات. لازم طبعا جبت ناس بتيوله صغيره، او ممكن بظهر معلقه، مفيش اي مشكله خالص، وممكن برضو بسكلافر. وبدات ان انا اساوي من فوق عشان يعني لو في زياده في النوتيلا تنزل دربات. ما فيش زياده خلاص اوريدي. يبقى ما انا جايبه الكيس ده، الكاس دي اكياس يا جماعه بتاعت السبوع جميله جدا، فيها 100 واحد، كان ب10 جنيه، ممكن تلاقيه ب15، ولو لقيتيه ب20 صراحه موفر جدا وجميل. بكتب بيه على التورت وبحط فيه، بعمل منه دربات صراحه، واستعمال مره واحده وترميه، مفيش في اي مشكله خالص. جميل جدا جدا صراحه بجد يعني، ومش مكلف. عملت الدربات بالشكل اللي انا عايزاه بالشكل ده. بعد كده بقى اجيب النوتيلا التانية، لقيتها كده تماسكت يعني صراحة. انا يعني بعد ما تماسكت كنت لسه هنزل منها دربات، لقيتها يعني مش هتنزل. فقمت انا وقفت لحد كده، ورجعت فضيت النوتيلا تاني من الكيس اللي هي فيه، وقمت سيحتها على الحمام بخار، ورجعت تاني جبتها. كانت التورته صراحه يعني كانت تكاد هتبوظ، بس الحمد لله لحقت الموقف على اخر لحظه. فيعني شغل بالنوتيلا وبالشوكولاته في الشتاء لازم تكون ايدينا سريعه. جبت هنا الخله وبدات اعمل الشكل ده، جه في دماغي كده وانا شغاله صراحه. وبعد كده هجيب بقى مولدات السيليكون واحطها على التورته. التورته دي يا جماعه يعني رقيقه جدا وشيك. ما صدقت ان تورته تطلب على ذوقي، لان دايما الناس بتطلب التورت بالفاكهه. عملت معاكم في الفيديو اللي فات تورته شوكولاته، وفي ان شاء الله بعد الفيديو ده هيبقى في تورته شوكولاته كمان يعني ان شاء الله. ما صدقت ان حاجه بتطلب على ذوقي، بحب اغير فينش التزيين خالص. انا جبت هنا المعالق اللي انا عملتها في مولدات السيليكون، وحطيتها بالشكل ده. وجبت هنا كنت عامله قلوب، فحبيت اشبكها ورا بعض واجيبها يعني حوالين المعالق بالشكل ده. ادت شكل جميل جدا، وكانت فكره تزيين جديده والحمد لله طلعت رقيقه وعجبت العميل جدا. هجيب بقى براد شوكولاته على الناحيه اللي هي النوتيلا البيضه، واحط البراد شوكولاته بالشكل ده اللي احنا عملناه في مولدات سيليكون. يعني انا بديلك فكره للتزيين، حابه تغيري الفكره براحتك انت خالص. يعني ممكن تخلفي وتعملي مثلا ناحية مثلا تكون جناش شوكولاتة، وناحية تانية زبدة اللوتس. يعني عندك حاجات كتيرة بقى، يعني انت خلفي اديتك الفكرة وغيري براحتك. انا جبت هنا في الناحية التانية اللي هي بتاعت النوتيلا الناحية التانية حطت عليها المعالق اللي هي المعمولة بالشوكولات، بوايت شوكولات بالشكل ده. وبعد كده جبت القلوب اللي انا عملتها برضو بمولدات السيليكون البيضة وحطيتها كده. صراحة يعني جات فكرة جديدة وشكلها جميل جدا. ان شاء الله هسيب لكم لينك الجروب بتاعي على الفيس. هسيب لكم اللينك بتاعه ان شاء الله في صندوق الوصف مع المقادير، واسيب لكم برضو لينك البيج بتاعي برضو في صندوق الوصف. اللي حابه تشوف انا بعرض شغل ازاي على الفيسبوك وعلى الجروب بتاعي، على راسي من فوق تشرفني. انا جبت هنا كيس صغير كده سيلفر، حطيته او لونه فضي، حطيته على الناحيه اللي هي الوايت، والناحيه التانية حطيت عليها كريسبي صغير كده جدا لونه ذهبي. يعني حطيت فضي وذهبي قصاد بعض زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تورته جميله جدا وما خدتش وقت، وجميله وعجبت العميل جدا، ورقيقه وسهله وبسيطه، وفيها كمان كميه شوكولاته جميله. وكده خلاص يا حبايبي، وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا النشاوي. استودعكم عند الله لا تضيع عنده ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.